مرحبا، كيفكم؟ إن شاء الله كويسين. طبعا أنا رجعت لكم هيك بعد غيبة طويلة، وبعرف إني غبت فترة وما كنت أصور، بس والله كان عندي يعني هيك ظروف واضطريت إني ما أصور، وهلا رح أحكي لكم إياها يعني بالفيديو إن شاء الله. طبعا أول إشي زي ما أنتم شايفين أنا كنت عند خالتي حماتي يعني. كانوا هيك بنات خالتي يعني جايين، ورحت عندهم يعني هيك أقضي اليوم، وعملنا محشي يعني زي ما انتم شايفين كنا نسوي محاشي. محشي على الطريقة الليبية، يعني هو محشي بليبي بيحكوله. طبعا زي ما انتم شايفين كوسة وبتنجان وهيك وفلافلة. طبعا هلا هون خليني أحكي لكم ليش أنا كنت غايبة يعني ما بصور وهيك. طبعا أول إشي غبت عشان الامتحانات، كانوا عندي امتحانات ولادي نص الفصل. وتاني إشي هو بسبب مرض بنتي باسمة. يعني بنتي باسمة بتعرفوها أكيد، يعني بين معي بالفيديوهات وهيك. هي يعني الله يشفيها عندها تشوه خلقي يعني من لما انولدت، وهي مريضة عندها مشاكل بالقلب، يعني الشريان بوصل بين القلب والرئة من لما انولدت مش موجود، وهذا الإشي بيضله عاملها تعب، يعني بضلها تعبانة وهيك. بيسبب لها نقص أكسجين، يعني دائما أكسجينها نازل، بيسبب لها وجع بالراس، دوخة، يعني بضلها هيك تعبانة بشكل عام. فهي يعني إن شاء الله يا رب الله يشفيها ويعافيها، يعني من لما انولدت وهي بتضلها تعاني يعني هيك منه. والصراحة يعني الفترة الماضية كانت تضلها هيك على الأكسجين وتعبانة، وكنت أضلني جنبها يعني ما أقدر أصول، ودخلت مستشفى يعني كانت هيك أكتر وقت بالمستشفى وهيك. طبعا إحنا من لما انولدت بنحاول إن نعالجها وهيك، بس يعني هون بالأردن مش عارفين لها علاج ولا قادرين إنه يعملوا لها إشي. فإن شاء الله يعني أملنا بربنا يعني، والله يشفيها يا رب. وهيك بدي إياكم كلكم تدعوا لها وإنه الله يشفيها ويعطيها الصحة. وهي يعني عمليتها صعبة كتير، يعني هي حلها الوحيد إنه ينزرع لها قلب ورئة جديدة، وهون يعني بالأردن صعب. وحلها الوحيد إنه تسافر برا، يعني دول برا مثل أمريكا وهيك، بس يعني صعب إنه نسفرها، يعني حاولنا مش قادرين نطلعها برا الأردن لأنه يعني صعب. وتاني إشي تكلفة العملية كتير مكلفة يعني برا وهيك. يعني إن شاء الله يعني أملنا بربنا يعني إن نقدر نطلعها أو نقدر إن نعالجها يا رب. يعني بدي إياكم هيك كلكم تدعوا لها الله يشفيها. هي يعني آخر فترة كتير كانت تتعب وهيك، يعني حتى من المدرسة إنه رحنا يعني هاي السنة كتير يعني ما تقدر تروح على المدرسة إنه درج وهيك إنها تتعب. فرحنا أخدنا لها يعني إنها عن بعد صارت تدرس بالبيت، إنها ما تقدر تروح على المدرسة، كل ما كانت تروح إنها يحكوا معي إنها تعبت إنها أقوم عليها وهيك. إياكم إنكم هيك تضلكم تدعوا لها وتتذكروها. وشكرا لكم، إن شاء الله بصوركم برجع لكم مثل الأول يا رب.